فوز الاهلي على نادي الزمالك باتنين لا شيء باداء جميل جدا واداء ممتع جدا. طب تعالى اقول لك المدرب عمل ايه عشان نقدر نفوز ونفوز بالبطوله عموما. تعالى اقول لك اول حاجه المدرب عملها، خلى مفيش تمركز في منطقه الهجوم ما بين زيزو وبن شرقي وتريزيجيه وجراديشار وما بين زل طاهر. الخمسه دول اي اربعه منهم في الملعب ما بيبقاش في تمركز في مراكز اللعيبه ديت، فبالتالي بيعملوا خيله كبيره قوي لاي دفاع الخصم. فبجد الحته دي بتفرق مع هجوم الاهلي جامد قوي، احنا شفناه النهارده وشفناه في ماتش سيراميكا. الحته دي ذكيه قوي. طب تعالى اقول لك اليو ديانج ومروان عطيه. طب هو ليه بيلعب باليو ديانج ومروان عطيه في نص دفاع نص ملعب النادي الاهلي؟ تعالى اقول لك، انت عندك مشاكل كتيره في دفاعات النادي الاهلي واعذرنا احنا بنشتكي منها بقالنا فتره كبيره ومش عارفين نحلها. طب انا شايف ان اليو ديانج ومروان عطيه لما بيبقوا موجودين في خط وسط النادي الاهلي او في منتصف الملعب بيحلوا مشكله كبيره قوي، او بيحلوا جزء كبير من مشكله الدفاع اللي موجود في النادي الاهلي او سوء الدفاع في النادي الاهلي. اول حاجه انت ما بتستناش الكره توصل لياسر ومرعي عشان تبدا تدافع، انت بتدافع من اول ديانج ومروان. فبالتالي انت بيبقى فيه اتنين لعيبه زياده على الاربعه المدافعين اللي انت اصلا كنت بتشتكي منهم، فبتزود عدد الدفاع. وفي نفس الوقت في الحاله الهجوميه مروان عطيه ساعات بيتقدم، واللي بيتقدم على طول هو اليو ديانج. اليو ديانج انت كتير قوي بتشوفه جوه منطقه الجزاء وبيعمل اوفرات جامده قوي، ومنها اوفر في ماتش سيراميكا واوفر في ماتش اللي قبله، وكان جراديشار كان هيسجل منه بس جت في العارضه. فبجد المدرب قدر يفهم اللعيبه وقدر يفهم مراكز اللعيبه وقدر يستفاد من اللعيبه ديت اكبر استفاده للنادي الاهلي. يعني اليو ديانج مروان عطيه النهارده بياخد احسن لاعب في البطوله، وده مش من فراغ، ده من المدرب قدر يفهم الادوار اللي المفروض يقوم بيها مروان عطيه. فالمدرب ذكي قوي. المدرب انا بقول لك المدرب ده هينجح نجاح باهر مع النادي الاهلي وانا اللي بقول لك. فبجد جامد قوي يستروب، مدرب ذكي جدا ومدرب بيقدر يعمل حلول داخل المنظومه، حتى لو انت الحل صعب هو بيحاول يعمل حل تاني عشان يمشي المنظومه. فبجد عاش قوي يستروب. الاهلي النهارده كان جامد قوي ومبروك البطوله الاهلي والسلام.